امام، خلاص يا ابني، خلاص يا ابني، انت جبت مستواك مع منتخب البرازيل، مش معانا احنا. خلاص يا ابني بقى. خلاص قعدنا نقول له ما جابش نص مستواه معانا، ما جابش ربع رومي وتمن ما جابش تسع زيتون كلاماتا، ما جابش. مش قعدنا نعمل كده؟ طيب خلاص. كل مره لا، وانا اتجعرن قوي، وفي كل حلقه اقول لك امام لو جاب نص مستواه، امام لو جاب تسع او عشر بس مستواه هيبقى. قال لي بس انت صدعتني، صدعتني، اسكت بقى. اه يا امام، اه يا امام، اه يا امام، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده، انت بتلعب لوحدك، اقسم بالله انت بتلعب لوحدك. انا يعني اخر 7 اهداف الاهلي سجلهم، امام سجل منهم 6. 6 ايه؟ اخر 7 اهداف الاهلي مسجلهم امام مسجل منهم 12. ايه ده؟ تخيل كده، تخيل كده، الاهلي في حالة النقص العددي اللي عنده دي، ومفيش وسام مش موجود، والاهلي بيلعب بجناح واحد وبزلموكة واحدة، وامام ما كانش في الملعب. تخيل، تخيل. طب تخيل كده لو اخر موسمين الاهلي ما تعاقدش مع وسام وامام، تخيل اخر 6 جوان الاهلي جابهم امام، الاهلي يسجلهم امام هو اللي جابهم. مش قادر والله ما قادر، والله ما قادر، ما اعرفش، ما اعرفش. انا في حاله من حالات الذهول الشديد جدا من هذا الاداء اللي يقدمه امام عاشور. والله ما بحسد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يا ابني يزيدك ويبعد عنك شر الاصابات. ولكن يا امام خلاص يعني ما فيش حد بيغلط فيك دلوقتي، ولا في حد بيعمل لك حاجه، فاهدى. انا عارف انك انت بتتغذى على الانتقادات، فحاضر، ما حدش هينتقدك تاني، خلاص ما حدش هينتقدك تاني. ما في لعيبه كده، في لعيبه تنتقدها تترب وما تشوفش قدامها، وخلي بالك بيبقوا لعيبه تقال قوي. انما ده ما فيش دم، مفيش احساس، فخلاص يعني ما الموضوع منتهي يا ابني. خلاص يا ابني، احنا اتصالحنا، وربنا يوفقك في حياتك، وانت في حالك واحنا في حالنا، وخلاص. الاهلي يفوز على الجونه بثنائيه لمين؟ هيكون لمين؟ مش عارف لمين. اكيد مش لكابتن مختار التتش رحمه الله عليه، اكيد لامام عاشور يعني. ويعتلي الصداره مره اخرى برصيد 18 نقطه، ونسر الاهلي يحلق في الصداره. ماتش الشوط الاولاني، على الرغم من ان النادي الاهلي ما ظهرش بالشكل المنتظر، لان طبيعي تشكيله انت بتلعب امام. انا اسف، معلش، انا اسف. ده يلعب في اي حته، ده لعب مهاجم النهارده، لعب فيرود. كهربا خرج، هو لعب فيرود، وكريم الدبيس لعب باك ليفت. كولر بيغزل برجل ايه؟ بيغزل برجل هالك. كولر بيغزل برجل ديناصور، مش برجل حمار، بيغزل برجل ديناصور. فهو قاعد الراجل يا عيني دلوقتي، الصفقات فين؟ همشي. وحقه، وحقه. يعني بيلعب بيلزق، وعارف انت، بقص ولزق. كولر دلوقتي بيلعب بخطة قص ولزق، قص ولزق، الجودة في الموجودة. هو كده بالظبط، ده اللي كولر بيعمله. واي هزيمة للاهلي هتحصل، اخر واحد هتشيله المسؤولية لو انت بتفهم هو كولر. من الاخر، من الاخر يعني. الشوط الاول قفشه مضيع واحده، يا لهوي يا قفشه، انت مضيع واحده يعني غريبه، غريبه الصراحه، غريبه. حسين الشحات اداها لك في ال6، اللي هو بيقول لك قفشه لو نفسك تضيعها مش هتعرف تضيعها، قمت مضيعها. غريبه، غريبه جدا. وضيعت اختها الشوط الثاني، غريبه جدا برضو. لكن امام، امام معهم لا خوف عليه. بس كده، بس. احنا كنا بنقول اللي يغور يغور عندنا امام عاشور، هم بقى يقولوها بقى دلوقتي، اللي يغور يغور عندهم امام عاشور. بس فده ملخص بسيط جدا. مش هو امام فيديو بعنوان امام. يا جدعان الواد بياخد الكرة لوحده، يعدي من واحد واثنين وثلاثة ويباصي وياخد مكان علشان الكرة تتلعب له ويحط جول. فأنا يعني، يا ابني ربنا يوفقك وربنا يزيدك يا ابني. ما عنديش كلام تاني اقدر اقوله يعني. الموضوع كله ان امام عاشور وكريم الدبيس ومروان عطية
ومحمد هاني بالمناسبه النهارده لعب ماتش كويس. هي لعيبه هم الافضل النهارده في ماتش النهارده، ما عنديش اختلاف على كده خالص. والاهلي يفوز باقدام امام عاشور. السلام عليكم يا جماعه.